دائم النظر للسماء لا يقف. كلما علمت نفسك الصبر والقوة والعمل، كلما رأيتها بوضوح، كلما عظمت في قلبك الغاية والمسير. تتعب مرة وتقوم 1000 مرة أخرى. لا يجذبك الفراغ، لا يأسرك الهواء، لا تشدك التفاهة. ترى عن الآخرة في كل شيء. كن حالما يا فتى، اتعب نفسك ومن معك. رحم الله خالدا، كان لا ينام ولا يترك أحدا ينام. هي لحظة ينقل الله فيها النفوس لغاية أعظم منها، أكبر مما اعتادوا عليه، أضخم من كل مرحلة، فيكبرون بها وتعظم خطاهم إليها، فينتقلون لمستوى أعظم، وتصبح النفس نفوسا والقلب قلوبا والواحد أمة كاملة. دائما التعب يرحل ويزول، تبقى كل بذرة غرستها وأنت متعب، تلك الثمرة التي كنت تقول لها ذات يوم نصل. نعوذ بك من انطفاء الشغف وضياع الوجهة والتردد في المسير، وانقطاع الأسباب والقلق الذي يلازم الروح، وغياب الغايات الشريفة، ومن الخذلان والرجوع صفر اليدين بعد الغرس. ونعوذ بك من حيرة البدايات وحسرة النهايات وذبول نبتة المحاولة. كن صادقا، ونعم الصدق ينجيك، يخرجك من وحل الشكوى والفراغ وقلة العمل. كن صادقا مع نفسك. ما الذي تريده؟ جنة؟ إذا تحتاج أن تسير لها بكل ما أوتيت، لا أن تجلس على حافة الطريق تقرأ دون حركة. الجنة لها أهلها، وأهل الجنة لا يعرفون البكاء بلا حركة. كم مهمة عليك، كم برنامج تم تأجيله، كم فكرة كتبتها ونسيتها، كم حلم خبأته بصدرك ولم يأن موعده. هذا ميدانك الآن، أنجز ما عليك دون تأخير، ولو كان مهمة صغيرة سريعة. القليل إلى القليل كثير. بسم الله إلى مهمتك دون تصفح لا يفيد. صاحب النفس التواقة يسكن السماء، ولو كان هنا يحوي كونا داخل روحه. دائم النظر، حاد الخطى، واضح الفكرة، يعشق التعب، يعيش التفاصيل، يحتضن حلمه ويسير إليه. كل دقيقة بالنسبة له فرصة لأن يكون لله وحده.